صباح الفل يا باشا. منورين الدنيا يا جماعه ومنور الدنيا مصطفى. الساعة مساء. الساعه 9 مساء بالظبط. اللي ما شافش الفيديو يروح يتفرج عشان احنا بننزل فيديو الساعة 9. اي يوم الساعه 9 ما عدا يوم الجمعه بعد الصلاه بيبقى بعد الصلاه بنص ساعه. المهم احنا واقفين هنا بنعمل ايه؟ احنا جينا هنا في المعادي عند حد كان جالي مره عند العربيه وهو راجل محترم قوي، هو شيف ايطالي، بس الظاهر ان هو فاتح في المكان الغلط او واخد المحل الغلط او قصه كده، هو في حاجه غلط عنده يعني، هو في حاجه مش مظبوطه فاحنا جايين نظبطها. هو المفروض بيعمل بيتزا ايطالي، ده اللي قال لي عليه، قال لي بعمل بيتزا جامده قوي والدنيا حلوه والزبون اللي بيجي لي هنا بيقعد يجي لي كذا مره، بس المشكله ان انا عدد زبايني هو اللي قليل، يعني انا مثلا عندي مثلا 30 زبون هم بيجوا على طول، بس هم 30 مش 1000 مش 2000 ما بيكبروش بقى، ما حدش بيقول لحد. احنا النهارده جايين نجرب دراجز بيتزا، هو واخد ستايل غريب يقول لك دراجز وجوانات وبيعمل حاجات انا مش فاهمها، ما اعرفش هيطلع حلو ولا وحش، يعني لو الفيديو ده نزل يبقى هو بقى حلو، لو الفيديو ده ما نزلش يبقى هو وحش. في المعادي في صقر قريش، تيجي بقول لك ايه، اقول لك شوف ايه ده ادخل شوف. خلصنا يا باشا البيتزا، عندك ده جوانين وبيتزايه سي رانش بس من غير رانش، لسه ما حطوا عليها الا الرانش، وتشيز برجر لسه ما حطوا عليها الا تشيز. يلا يا باشا ادينا بقى في الريحان وريحه الزعتر الجامده ديت، دي حاجه جميله. بس هي البيتزا بقى معتمد انها تبقى رفيعه كده، حاجة ايطالي معموله حاجه على الهادي. هو الراجل ده كان بيستخدم فرن حطب تمام، بس هو ما بقاش يستخدمه عشان الناس ما فهمتوش ان البيتزا تبقى محروقه الجناب بتاعتها، فبقى ايه حاول يعمل حاجه يوسطن بيها الدنيا كده. مصر بقى البيتزاية. بص وكده ولابس توب شيف وبتاع، واخد بالك انت اهي. تفهم انت في الحاجات دي يا حميد، انا ما بفهمش ايوه انا فيها. يا مستر احمد البغدادي. صحيح احنا ما عرفناش الاسعار. بص بقى يا باشا، البيتزا عنده السمول بتبدا من اول 65 واغلى حاجه فيها 95، واللارج عنده بتبدا من 75 واغلى حاجه فيها 110 وتيجي بعدها 125 اللي هي ايه السيرانش، والجوانات 35 و40 و45 اغلى حاجه فيها 50 جنيه اللي هي السي فود. فالظاهر كده من الاسعار اللذيذه. جدع على الرانش يا جدع، عايز اسحب قطعه. اسحب جربها بقى مع الريحان. يا سيدي يا سيدي، ده انت جاي من ايطاليا صرف كده. ايه ايطالي شكلها ايطالي دي ولا ايه؟ لا وقطمه الريحان اللي معاها دي بيتزا جامده بصراحه يا جماعه. بص هي الميزه بقى، انا بحب البيتزات الرفيعه ديت وفي نفس الوقت ما تكونش اللي هي الناشفه، والميزه عنده الصلصه، يعني انت هتلاقي الصلصه في حته ثانيه. ليه بقى؟ لان هو الصلصه بيصنعها من اولها لاخرها، والصلصه الايطالي بقى بتبقى معتمده على طعم الريحان والزعتر فيها، وساعات بيحط كمان روزماري، فبيبقى طعمها مميز قوي. فتعالى بقى ناخد الحاجه ديت ونطلع بره نشوف كده الدنيا. السيرانش دي كام من 10؟ السيرانش دي ما تبصليش كده يا ريس. اديك 9 من 10 عادي، يعني 9 من 10 حلو والله العظيم. يلا بقى يلا بقى. بص بقى مصطفى، احنا نبدا تعالى بالسلطه بقى. خلاص فكك من قطعه البيتزا اللي احنا اخدناها ديت، دي سلطه اسمها روكا تمام، بتبقى معتمده على ايه؟ بتبقى معتمده على الجرجير ومشروم وخل بلسمك، ومعاها المفروض بشره جبنه بارميجان وطماطم، المفروض تبقى شيري، هو مش حاططها شيري، فدي شيري الصغننه دي. شيلي توميتو شيلي. شيري طول الوقت فاكرها اسمها شيلي. شيلي ايه بس؟ شيلي توميتو طلع اسمها شيري. السلطه دي ب 20 جنيه، انت تعرف تعملها في البيت بسهوله قوي. انا شويه جرجير على خل بلسمك على بشره جبنه بارميجان مع مشروم، عملتها هي ما فيهاش افتكاسه، يعني هو قال لي بيزك اساسا، فعاديه جدا يعني ما. طيب تعالى نخش على التشيز برجر. بالظبط، دي بقى تشيز برجر، بيحط عليها سلامي من تحت مع البرجر، بيحط فيها خيار مخلل، وبيحط تكساس برجر اللي هو ايه الصوص اللي شبه التيستي كده. سلامي ليك يا حميد. سلامي ليك يا لذيذ. هو بيحط سلامي. ايه اللذاذه دي؟ والله جامده، اصل انا سالت عليه قبل ما يعني العجينه حلوه، هي رفيعه خالص، ومش انت عارف البيتزا ديت ما بتقعدش اكتر مثلا من 5 دقائق في الفرن. 5 دقائق ايه قصدي، ممكن تبقى دقيقتين ل3 كده، عشان كده اي مكونات عليها ما ينفعش يحطها مش مستويه، لازم كل حاجه تبقى عليها تبقى مستويه علشان يعرف لما تخش الفرن يبقى العجينه بس اللي تستوي والجبنه تسيح ومش اكتر. انا برده بصراحه عجباني قوي، بس السيرانش هي اللي كيفتني قوي. تيجي بقى يا حميد نخش في الجوانات. هي جامده بصراحه. الجوان دي بقى الجوان معاك 35 جنيه، معاك 40 جنيه بتاع، هتلاقي الدنيا ايه ماشيه معاك. اوف واحده. ده هي نفس يعتبر فكره الايه الاسترامبولي بس مفتوح شويه. الراجل ده يا جماعه بجد والله، انا بره المحل دلوقتي انا هقول اللي انا عايزه، الراجل ده كان فاتح محل وكان شغال مع كذا حد، حاليا هو واقف لوحده، وانا والله ما هنزل فيديو غير لو انا شايفه حلو، يعني لو هو فعلا يستاهل بجد يعني ايه نقف معاه، بس لو يستاهل ربنا يجعلنا سبب كلنا، يعني اللي اتفرج على الفيديو ممكن يجيب انا رحت عملت كده يعني. يلا ندوق. ايه الاصطفه حلوه.
دماغ موت. ديت اللي هي اللي يعتبر الفريدو، جواها تشيكن ومشروم، وهو حاطط كميه زعتر حلوه، وانا بحب الزعتر. والصلصه يمكن انا بجد يعني اشهد للصلصه، اشهد للصلصه والعجينه. لا يعني هي مكونات سهله، بس الصلصه والعجينه لما يبقوا حلوين في البيتزا خلاص كده. جوان سجق بدبس رمان. بس هو مشكله الجوان ده ان هو بيسرب، يعني عنده مشاكل، محتاجين نجيب له. بص بوظ البيتزا. سجق جامد قوي. ده بقى جوان بقى، ده مش جوان. هتقعد السلطه وتتكيف، تضرب لك الجوان من دول مع فيلم ما انت تمام يا قاعده. رجاله، تمام يا ريس. هو بس لو يعالج مشكله التسريب يبقى الدنيا تمام. انا السجق عجبني اكتر كمان من الفراخ قوي، يعني السجق اديله 9 من 10، البيتزا السي رانش دي اديها 9 من 10، البرجر اديلها 8 من 10، الفراخ اديها 8 من 10. يعني البيتزا اللي هي السي رانش، انا مش من هواة البيتزا قوي، بس انا بحب البيتزا الخفيف دي. بقى بيتزا هتاكلها مش هتتلكم، يعني اللي هو انت هتاكل على الهادي، هتبقى مبسوط بالعجينه الخفيفه مع الحشو اللي خفيف برضه، الحشو مش فاهم مش اوفر. انا بحب ستايل البيتزا دي. لو بتحب البيتزا الامريكان ما تجيش هنا. ده جوان بس ده جوان ده انت عامله جوان صح؟ ده دراجز ده. ماشي ندوق يا شيف، معلش سيبني ادوق لوحدي عشان بس ما عشان ده وحش قوي. ده مش بص عامله بقى المره دي جوان مظبوط، تاني كان بيسرب، هنا قافل التبه كويس وبتاع كده يا باشا. وريني تعالى وريني اهي يا باشا. بص هو دوت بيحط لك عليه اوريو من فوق، وجوه فاكهه تكون من تفاح وشوكولاته. ما تودي يا حميد. يلا ندوق. مصطفى موت دي تعلي بيها، تضرب لك الجوانين دول وتعلي بده. اللغه السوقيه دي. هو يعمل كونسيبت غير. هي جامده لما بتحط فواكه مع الشوكولاته، بتهدي من حده الشوكولاته شويه. جامد. فكره انه بادجت هاديه وكواليتي عالي، بطعم لذيذ فاهم. انا بعد ما فتحت جاست سماش برضه حسيت ان انت في الاول والاخر لما يجي لك ايام ما بتشتغلش فيها يعني الواحد متضايق، يعني لو يبقى حاسس ان هو لا الدنيا تشتغل. ممكن تكون انت بتقدم حاجه حلوه وبتقدم كواليتي كويسه بسعر كويس، وفي الاخر تلاقي ان انت مش عارف تماركت لنفسك، مش عارف تاخد مكان في حته كويسه، لان برضه في الاول والاخر ترافيك الشارع بقى صعب، فهو طول الوقت بيحاول يماركت لنفسه. عشان كده بنحاول نشوف الحاجات المستخبيه مع ونشوف الناس اللي هي اللي واقفه بنفسها وبتجاهد، والراجل بجد بيعافر بقى له حبه ان هو يفضل في المكان. وكان كلمني بصراحه من فتره كبيره، وانا قررت النهارده اجي، ولما جيت انا انبسطت. يعني انا مفيش حاجه ما عجبتنيش، يمكن بالنسبه لي كان التوب طبعا السي رانش، ويجي الجوان السجق اللي بدبس الرمان، وجوان الدراجز. انا بالنسبه لي الثلاثه دول يكيفوني. وبقول لك ايه، ابقوا تعالوا زوروا دراجز في صقر كوريش في المعادي، مستشفى تبارك، عند مستشفى تبارك للاطفال، حضانات، خدمه 24 ساعه. وبقول لك ايه، اقفل يا مصطفى.